ازيكم؟ اخباركم ايه؟ انا لسه مخلص المؤتمر بتاعي اللي كنت فيه دلوقتي، وانا هقعد معاكم بس 5 دقايق اتكلم فيهم على امتى نروح لدكتور روماتويد وروماتيزم، امتى نروح لدكتور امراض دم ومناعه، امراض دم، امتى امراض مناعه، امتى امراض مناعه وحساسيه. الحته دي فيها لخبطه كبيره جدا. اللي خلاني اعمل الفيديو ده ان لسه في حد حالا طالب دكتور كاتب كده دكتور امراض دم ومناعه لمريضه روماتويد، وفي ناس عملوا لي منشن على اساس ان ايه الحاله تبعنا. فاللي عايز اقوله لكم واحده واحده كده، ركزوا معايا، الموضوع ده مهم جدا وناس كتير بتتلخبط فيه. تخصصنا احنا اسمه تخصص الروماتيزم والامراض المناعيه. الروماتيزم والامراض المناعيه يعني ايه؟ الروماتويد تبعنا، الذئبه الحمراء تبعنا، خلاص. في امراض تانية بقى اللي مش مشهوره قوي زي تيبس تصلب الجلد، تيبس الفقرات المناعي، دي كلها امراض مناعيه. واي حاجه في الجسم يثبت انها مرض مناعي تبعنا. يعني في حالات بيكون عندها التهاب في البنكرياس مناعي، في حالات تانية بيكون عندها التهاب في الكبد مناعي، في حالات بيحصل عندها اجهاض متكرر مناعي. اي حاجه من دول تكون بسبب مناعي فهي تخص تخصصنا اللي هو امراض الروماتيزم والامراض المناعيه. معلش حد كاتب الصوت مش واضح، بس اصلا في العربيه في الشارع بدون اي استعداد كده يعني، لان لسه مخلص المؤتمر ومروح. خلاص، ده كل الحاجات دي روماتويد، ذئبه، امراض مناعيه زي كده، دي في تخصصنا احنا. خلاص. طيب امراض الدم بنروح له امتى؟ امراض الدم بنروح له لما يكون حد عنده انيميا مش لاقي لها سبب. لو الانيميا دي مناعيه بتجيلنا. خلاص. حد عنده كرات الدم الحمراء او البيضاء او الصفائح قليله او كتيره ومش لاقيين سبب مناعي، لو السبب مناعي بتجيلنا احنا. لو السبب مش مناعي دكتور امراض الدم هو اللي بيعمل الحاجات دي، هو بقى اللي بيفحص ليه الحاله عندها نقص في كرات الدم كذا، ليه عندها زياده في كرات الدم كذا، يعمل عينه بقى من النخاع، يعمل حاجات كده بحيث ان هو يعرف تشخيص الحاله دي وعلاجها. خلاص. انما دكتور امراض الدم ملوش علاقه بالذئبه نهائي، ملوش علاقه بالروماتويد نهائي. انما انا شخصيا اي حاله عندي عندها انيميا شديده ومش لاقي لها سبب، بقول لها روحي لدكتور امراض الدم. واحده عندها كرات الدم البيضاء ناقصه ومش لاقيين لها سبب، مش مرض مناعي، بقول لها روحي لدكتور امراض الدم. عندها الصفائح قليله جدا ومش سبب مناعي، بقول لها روحي لامراض الدم. يبقى ده كده خلصنا تخصص الروماتيزم وخلصنا تخصص امراض الدم. طب امتى نروح لدكتور حساسيه ومناعه؟ ده تخصص مختلف تماما. برضه ابص الاقي حاله ذئبه ورايحه له. لا، الحساسيه ومناعه ده يعني حد بيجي له حساسيه بقى، اذا كان ده بيجي له هرش، اذا كان بيجي له بقعه من الحساسيه، اذا كان بيجي له اختناق او حاجه في صدره من الحساسيه. كل انواع الحساسيه، بياكل حاجه بيجي له حساسيه، بيشرب حاجه بيجي له حساسيه، كل انواع الحساسيه ده بيروح لامراض الحساسيه والمناعه. ده مش تخصصنا. دول اللي بيعملوا بقى الامصال بتاعه الحساسيه ويبداوا يدوروا على سبب الحساسيه وحاجات كده، فده مش تخصصنا. ما احنا كده عرفنا امتى نروح لحساسيه ومناعه، امتى نروح لدكتور الروماتيزم والامراض المناعيه اللي هو تخصصنا، وامتى نروح لامراض الدم. خلاص. طب امتى نروح لدكتور العظام؟ دكتور العظام بتروح له لو انت واقع او مخبوط او مكسور او عندك عيب خلقي، رجل معوجه، حاجه مفصل معوج، حاجه معوجه. الحاجات دي كلها تبع دكتور العظام مش تبعنا. اما واحد صح لقى مفصل وارم بيوجعه ملتهب، دي الحاجات دي كلها عندنا احنا. ديرماتومايوزايتس ده، في حد كاتب ديرماتومايوزايتس، ده عباره عن تيبس الجلد المناعي ومعاه التهاب عضلات مناعي، ده مرض مناعي تبعنا برضه. خلاص. متهيألي كده وضحنا كل الفرق بين الامراض، عشان بشوف ناس ضيعت سنين من عمرها بتتابع عند تخصص مش تخصصها، وده مش مفروض، وده خطأ من الناحيتين. وطبعا الطبيب اولى، يعني الطبيب المفروض انه يعرف. مثلا دكتور امراض دم
وجاي له حاله ذئب او روماتويد بتتابع معاه، وتقعد تتابع معاه شهر وشهرين وثلاثه وسنه وسنتين، دي غلطه الدكتور. المفروض الدكتور يكون عنده الامانه العلميه ان هو يقول لا انت مش تخصصي، انت محتاجه دكتور روماتيزم وامراض مناعيه. الحاله دي لو هي بتتابع عنده في المستشفى مش هيتابعها، هيقول لا روح للمتخصص. انما في الخاص بيبدا يتابعها، وده مش مظبوط يعني. انا عن نفسي في عيادتي اي حد مش تخصصي مش ممكن اقبل ان هو يفضل يتابع معايا وهي حاجه مش تبعي. من اول مره بقول لا، لو سبب مناعي هتتابع معانا. يعني عندك انيميا او نقص كرات دم بيضاء او نقص صفائح لسبب مناعي، ما انتش مرض مناعي، يبقى لازم تتابع مع المتخصص. خلاص، اشوفكم على خير. اتمنى تكونوا بس استفدتوا من المعلومه دي، بحيث كل واحد يعرف التخصص اللي بيروحوا فين. مع السلامه، باي باي.